ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل الاكلات الشتويه الجامده جدا دي، الاكلات المصريه الجميله، السبانخ. شايفين الجمال يا جماعه؟ حاجه كده من الاخر. بصوا الجمال، يا نهار ابيض، كانت الريحه ماليه الدنيا. مش عايزه اقول لكم، انا هعملها بتكات جديده اول مره هتشوفوها، وصدقوني هتحسوا ان السبانخ دي راحت في سكه تانية وولادكم هيعشقوها. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. انا عندي حته دهنه من اللحمه كده، كنت جايبه لحمه وفيها حته سمينه كده، فقطعتها من اللي بتسيح دي وحطيتها على نار هاديه لما ساحت معايا كده. طبعا دي بديل حلو جدا للسمنه. طبعا لو عايزين نشيل بقى الحتت الزياده دي هنشيلها، مش عايزين انا بحبها فيها فسبتها. عندي بقى بصلايه كده نزلت بيها، يا دوبك بس هتتشوح تشويحه سريعه كده، وهنزل عليها بكام فص توم اهو. اول ما يدبل وريحته تطلع معايا البصل والثوم والجمال اللي احنا عاملينه ده، هنزل بقى باول تركايه يا جماعه في السبانخ. هي ايه؟ قطعه من اللحمه المفرومه، لا ربع ولا تمن ولا نص ولا اي حاجه، كيس لحمه مفرومه عندنا كده، قطعنا منه معلقتين بس هيودولنا الاكله دي في حته تانية خالص. شايفين؟ اول ما بتبتدي بقى ايه تدبل كده مع البصل والثوم، هنزل بقى بشوية التوابل بتوعي، ملح وفلفل وشوية بهارات لحمة او 7 بهارات او اللي موجودة عندنا، احنا ما بنقفش على حاجة في المطبخ عامة. الريحة هنا كانت ابتدت اصلا تبان، كانت ريحة حلوة جدا. هنزل بقى بالصلصة بتاعتي، دي صلصة متسبكة جاهزة اللي احنا عاملينها مع بعض. مفيش صلصة متسبكة، هنزل بكام طماطمية، 3 4 طماطمات او على حسب كمية السبانخ. هضربهم في الخلاط واصفيهم، او لو مش عايزة اصفيهم برضو عادي، وهنزل عليهم. هنا بقى انا عشان هو صلصة والصلصة تقيلة، فبنزل عليها بشوية مية كده اللي هي ايه، يعني ما تبقاش تقيلة معايا. اول بقى ما الصلصة بتاعتي تتسبك واللحمة بتاعتي تبتدي تخش في التسوية، هرفع بقى كده وهنزل بالسبانخ بتاعتي. انا السبانخ بتاعتي هنا متفرزة زي ما انتم شايفين، انا مفرزاها وحطاها. طبعا احنا في موسم السبانخ، فالسبانخ موجودة كتير في السوق. طب انا هعملها ازاي لو مش هي بالشكل ده؟ هجيبها خضرة كده واغسلها غسيل جيد جدا، وبعدين هقطعها واحطها في مية مغلية، تغلي تقريبا 3 4 دقايق. بعد كده هصفيها من المية المغلية وهشطفها وهحطها في نفس الخطوة وهمشي بنفس الخطوات. عندي بقى هنا شوية كزبرة وشوية بقدونس، وقرن فلفل حراق كده عشان يديني بقى شطشطة يدفينا في السقعة اللي احنا فيها دي يا جماعة. شايفين؟ هقلبهم بقى مع بعض. لو عندي مرقة لحمة او مرقة دجاج في يعني شوربة، هنزل بيها. مفيش شوربة، هنزل بمية عادي وهظبط الملح بتاعي. شايفين؟ هسيبها بقى اول ما تبتدي تغلي معايا، هسيبها تغلي بقى بتاع ايه، 5 دقايق 6 دقايق كده، تاخد وتدي عشان الخضار ده يستوي كله مع بعضه. برضو هسيبها على جنب بقى تستوي، وهعمل بقى تاني تركاية في السبانخ بتاعتي. انا مش هحط فول ومش هحط رز ومش هحط عدس ولا الكلام اللي كنا بنحطه الاول. هحط معلقتين لسان عصفور، دول هيودولي السبانخ بتاعتي في حتة تانية خالص. شايفين؟ اول ما اللون بتاعها يحمر معايا كده، هنزل بقى على السبانخ بتاعتي. اول ما لسان العصفور يستوي مع السبانخ كده، خلاص هتبقى السبانخ بتاعتي جاهزة معايا. تمام كده. هسيبها بقى على نار هادية لغاية ما لسان العصفور ده يستوي معايا. طب تالت تركاية بقى في السبانخ اللي احنا هنعملها دلوقتي، هحط معلقة سمنة وهنزل بكام فص توم، هشوحهم بقى مع بعض كده كأني بعمل بالظبط طشة الملوخية. شايفين؟ اول ما التوم يبتدي يطلع ريحته معايا قبل ما يحمر عشان ما يمررش مني، هنزل عليه بشوية الكزبرة بقى الناشفة عشان تديله الريحة الايه التمام، كأني بعمل طشة ملوخية بالظبط. الله الله على الريحة يا جماعة، كانت الريحة حكاية، كانت قلبة الدنيا. شايفين؟ هنزل بقى بيها على السبانخ، هطشها كده. طبعا دي اخر 5 دقايق في تسوية لسان العصفور. بعد كده هبتدي اغطي عليها بقى عشان تاخد كمان من ريحة الطشة دي. مش عايزة اقول لكم يا جماعة، كانت شكل وريحة وطعم حكاية. بصوا بقى بعد ما لسان العصفور استوى والسبانخ استوت، يا سيدي يا سيدي، بصوا القمر ده، يا نهار ابيض على الجمال.
يا ريت بقى الفيديو لو عجبكم لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.